أعلنت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة الاثنين أن ما لا يقل عن 606 مهاجرين لقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط منذ مطلع عام 2026، في أعلى حصيلة تسجلها المنظمة لهذه الفترة منذ بدء توثيق البيانات عام 2014. وأوضحت المنظمة أن ما لا يقل عن 30 شخصاً فقدوا بعد غرق قارب قبالة سواحل جزيرة كريت اليونانية السبت خلال توجهه إلى اليونان وسط أحوال جوية سيئة. وأكدت السلطات اليونانية انتشال جثث 3 رجال وامرأة، فيما تواصلت عمليات البحث بواسطة 4 زوارق للعثور على ناجين. وكان القارب يقل مهاجرين غالبيتهم من السودان ومصر، وبينهم 4 قسر. وانطلق في 19 من فبراير من مدينة طبرق الليبية قبل أن يغرق على بعد نحو 20 ميلاً بحرياً من جزيرة كريت. وأشار المتحدث باسم المنظمة إلى أن العام الماضي شهد تدفقاً متزايداً للمهاجرين من ليبيا باتجاه كريت في محاولة للوصول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي. ودعت المنظمة الدولية للهجرة إلى تعزيز التعاون الإقليمي وتكثيف عمليات البحث والإنقاذ في القطاع الأوسط من البحر المتوسط لمواجهة شبكات الاتجار وتهريب البشر، مشددة على ضرورة توسيع المسارات الآمنة والمنتظمة للهجرة للحد من المخاطر وإنقاذ الأرواح.